جايتنا شهادة الإمام الصادق 25 شوال. إحنا في العالم نعرف بالجعفرية. هذا كلام أقوله بقناعة عندي بداخلي، يعني مو عواطف قاعد أسولف. إحنا بالكون بالكرة الأرضية حتى أوقافنا في دول الخليج غيرها تسمى الأوقاف الجعفرية. إحنا نعرف بالجعفرية، وإن كان مذهب أهل البيت بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، علي أنت وشيعتك من الفائزين أولئك هم خير البرية، قال علي وشيعته بزمن النبي. عمار شيعي، سلمان شيعي، المقداد شيعي. بس الخلاصة احنا نعرف بالجعفرية. أكثر تراثنا وارد عن باقري العلم وصادقي القول، الإمام باقر علم الأولين والآخرين والإمام جعفر ابن محمد عليهما السلام. حقيقة مناسبة جعفر ابن محمد المفروض يكون لها شأن عندنا. أتمنى هذا الكلام يصل هسه من خلال فضائيات، من خلال أتمنى يسمعوه شيعة أهل البيت في كل الدنيا. مناسبة إمام العلم والعلماء جعفر ابن محمد المفروض يكون لها شأن خاص. أتمنى من شيعة أهل البيت اللي يصلهم صوتي أن يهتمون بمناسبة جعفر ابن محمد الصادق. هذا الكلام أقوله بقناعة وبثقة ومعتقد به. مناسبة جعفر ابن محمد تكون تحيا بشكل خاص. جاينا 25 شوال شهادة إمامنا الصادق عليه السلام. أتمنى من شيعة أهل البيت يهتمون، أصحاب المجالس الله يجزوهم ألف خير، يهتمون بهاي المناسبة اهتمام خاص، وتبين فيه معارف وعلوم جعفر ابن محمد الصادق للدنيا. إن شاء الله توصل، إن شاء الله توصل.